ازيكم يا شباب؟ الفيلم اللي معانا النهارده هو فيلم قبضة الهلالي، وهو من اكتر الافلام اللي كنت حابب ان اتكلم عنها نظرا لعوامل كتير هنعرفها قدام. وهنبدأ مع بعض رحلة البحث عن القنبلة. بنشوف ليلى راكبه هي وصابر وبتوصله علشان يلحق جروب الاجانب، وتقول له هتجيب له عربيه لما تاخد الفلوس، وتشوف انه شغل شريط واسمع كده. نشوف ان ليلى مبسوطه ومندمجه قوي. بعدين نشوف ابو ركبه راكب موتوسيكل وسرق واحده وعبط الناس في الجري. ننظر الى حماقه الناس. نشوف صابر انه عايز المخده بتاعت ليلى عشان يتمرن عليها. بعديها نشوف نونو عايز يعمل مشروع الديسكو وبانجو يقول له انه هيكمل الديسكو. بعدين ابو ركبه يسيبهم ويمشي. ونشوف عربيه ليلى انها عطلت على الطريق تحاول تصلحها، ولكن تحرش السينما له راي اخر. يشوفها ويفضل يلعب في صندوق الزباله. ما تقوليش ليه ولا بيعمل ايه، انا مش فاهم لحد دلوقتي هو كان بيعمل ايه في صندوق الزباله. ويروح ويرتكب الرذيله ويبقى عايز يوقعها وهو مش قادر، فيقوم عامل ايه بقى؟ ياكلها بالنص. ايه يابا مش كده يا كابتن. نشوف الخاينه بتندع على حمدي وابو ركبه يخاف، يقوم مديها فحل بصل على دماغها. بعدين نشوفها في الاسم والظابط يسالها يقول لها تعرفي شكله؟ تقول له لا. يقول لها يعني اجيبه ازاي انا دلوقتي؟ حاجه غريبه فعلا. هو المفروض هي اللي تقول لك تجيبه ازاي، هي المفروض تيجي تقول لك ان انت تعمل ايه. صح معانا يا رب. بعدين نشوف حمدي بينكر انه ما كانش في واحده ست في البيت عنده، ويقول انه اللي كان واقف في الشباك. بعدها بنشوف ان هم بيعرضوا عليهم المتهمين وكلهم مضلمين ما عدا ابو ركبه في اضاءه على جسمه. يعني مهندس الاضاءه بيقول لكم هو ده السارق القاتل. قولوا بقى خلوا الفيلم يخلص، ولكن مفيش فايده، ما يتعرفوش عليه برضه. نشوف صابر ماشي ورا ابو ركبه ونشوف ان هم مسكوه وكلوه علقه. قول فالح بس انك تقطع المخده، يهبل يا عبيط. واتنقل على المستشفى. بعدين نشوف ان هم جابوا ابو ركبه ليه علشان يشوفوا لو صابر اتعرف عليه. وهنا نشوف البصه الشهيره لحمدي الوزير، بصه المتحرش الرسمي اللي اساسا ما كانش بيبصها لواحده، ده كان بيبصها لصابر. وهنا اثبتت بالدليل القاطع ان ابو ركبه لوطي، وتلك محاولة لدس السم في العسل وتشويه شبابنا من قبل الماسونية. شكرا روح لوطة. وصابر يقول لا مش هو. في ليلى بعديها بتروح لحمدي علشان يعرفها مين اللي شافتها، بس يقول لها لا ويسيبها ويمشي. شوف ان هم يفتحوا كازينو بكره. نشوف صابر عند الهرم مع جروب ويخلص معاهم وتجيله ضربة شمس ويبص على ابو الهول ويزوم ان عليه وعلى ابو الهول. زوم ان ونسمع الحق، النور، الحكمة، القوة، ابحث. بعدين نشوف ليلى بتقول صابر. صابر يشوفها يقول لها استوري نفسك. تقول له استورني انت. لا انت مين؟ تقول له حقيقه ضايعه. الله على السيناريو، الله على هذا السيناريو اللعين. لا الاقيك ازاي؟ تقول له دور في الشمس. يقول لها الاقتراب من الشمس احتراق. اوف احد مولع. تقول له الاحتراق في سبيل الحق نور. اوقف تلك المهزله ارجوك. ونشوف صابر بيتمرن على الهرم ورائعة الرقص البدوي والتعقيب شعبي. ونشوف اخته بتعمل حاجه بجد ورايحه بتدور على الست علشان تعرف الحقيقه وتقول لها لا. نشوف صابر انه بيضرب قلل. بعديها صابر يروح للست دي ويوريها ابو ركبه علشان تاكد له هو ولا لا، وابو ركبه يشوفها وياخد نمر العربيه. اكيد بياخد نمر العربيه عشان كانت راكنه صف تاني. نشوف صابر بينط الحواجز ويلعب ضغط بايد واحده وينط بمؤخرته لقدام. طولوا علينا بقى ويضرب ويلطش الساند باج. وبعدين نشوف ليلى راحت للست، ولكن طلع ابو ركبه هناك وقتلها، واللي اتمسكت ليلى. الظابط عمال يقول لها قتلتها ليه؟ تقول له ما قتلتهاش. يقول لها امال مين اللي قتلها؟ تقول له ما اعرفش. يقول لها قتلتها ليه؟ تتحبس في السجن بس تهرب مع واحده ست اللي هربتها وساعدتها انها توصل للكازينو. نشوف صابر بيتحدى الطبيعه ويضرب النار ويطير في الهواء زي رامي اللي في الترسانه. ونشوف ليلى دخلت وتبقى اغنيه شغاله وتقول امبولا بتاع الدي جي. ايه الهبل ده؟ ايه الجراد ده؟ ولكن يشغلها وتقول له اغنيه ايه؟ امبولا. ده كده بالحق بنستنتج ان الامبولا هي الفلوس بتاعتها، وتكرار كلمه لا هو اللي منع ابو ركبه من اغتصابها. نشوف ابو ركبه شقطها وراح معاها الفيلا، ولكن قالت له على اللي حصل ومسكها وكتفها. ونشوف صابر راح للكازينو طلع ليل وتريقه علشان يضربوه. طلعوا هم كمان عارفين الفنون القتاليه. تبدا المعركه بينهم للفوز، ولكن صابر لم يعد حلو صغير بعد اليوم، اصبح كبيرا. وجلبوا له جاسوسات ولكن نسخه قناه الحلبه يقوم بضربه، ولكنه اقنعهم بسبب قوته المفرطه
والمنطق وتحية الكاراتيه، ويقول انهم اناس اوغاد سرقوا اموالنا وليس لديهم شرف. ونشوف انه مش بيعرف يمثل وهو بيقرا الكلام حرفيا من السكريبت زي ما انا بعمل دلوقتي. ونشوف البنات اتلموا على النونو ويضربوه، شوفوا كسر الفلين، ميزانية الفيلم كلها راحت في الفلين. بعديها يخش 3 عليه ونشوف يقول ما بديهاش بقى، ينط يجيب فلين السقف كله على دماغه. نشوف انه راح لابو ركبه ويقول له طلباتك ايه، يقول له تيجي معايا للبوليس. عبيط؟ هل انت عبيط؟ المهم يحصل قتال بين صابر وتيكا، ونشوف ان كل اللي في الفيلم يتقنون الفنون القتاليه والمارشال ارت، مفيش حد ما يعرفهاش. فين المطوه؟ فين السنجه؟ فين الحاجات الجميله دي؟ المهم واحد يخش عليه بعصايه ويصدر فحيح الافعى. تبدأ جولة التحطيب ويوقع منه العصاية، وتبدأ مرحلة الرقص التشكيلي وأروع ما قدم من بحيرة البجع. بعد كده يخش الأخوان شوقي برقصة متناغمة علشان يضربوه، بس يوقع الاتنين بحركة المروحة الشهيرة. بعدها نشوف انه هد القبة الفلينية عليهم، ونشوفهم كلهم دخلوا عليه هجمة رجل واحد، بس البوليس جه وطلعوا هم كمان واخدين كرسي كاراتيه، ويكسر السقف الفلين على ابو ركبه. اهدار لفلين العالم، والله ده اهدار. تقبض عليه والظابط يقول لليلى انها بريئه، ويقول لصابر انه مطلوب للتجنيد، ويقول له حقيقي بس ليه عندك طلب؟ اوصل ليلى البيت وابوس ايد امي واوعدك ابقى عندك بكره الصبح، تبا للقدره التمثيليه والله. والفيلم يخلص ومش لازم تشوف الفيلم، انا شفته بدالك خلاص. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، وتستنى الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. وسلام يا شباب.